السلام عليكم. اعترضت وحدتان تابعتان للبحرية الملكية ليلة الأربعاء الخميس قاربين مطاطيين، كانا يعتزمان التوجه إلى جزر الكناري على بعد 39 كيلومترا جنوب غرب طرفاية و41 كيلومترا شمال غرب طنطان، وعلى متنهما 76 مرشحا للهجرة غير النظامية، 54 منهم ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء و22 مغربيا. وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم على التوالي إلى ميناء العيون وطنطان وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل. إلى هنا ينتهي خبر اليوم. شكرا للمشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.